ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ تعالوا ان شاء الله النهاردة نعمل ايه؟ أكلة سمك، نغير شوية بقى. تعالوا نشوف. انا جبت هنا شوية سمك حوالي 2 كيلو ونص، غسلتهم كويس وغسلتهم من جوه كده ونضفتهم وصفيتهم. هنا هبدأ بقى بالسكينة كده اعمل ايه؟ فتحات كده في السمك بحيث يستوي ويبقى كويس. وهملحه برضو، يعني يشرب من الخلطة اللي هعملها له، وفي نفس الوقت ايه؟ اما اجي اقليه يستوي على طول. تعالوا نشوف بقى هنعمل الخلطة ازاي. هنا حوالي راس توم كده قشرتها وهضربهم في الكبة، و3 قرون من الفلفل، ومعلقة كمون كبيرة، ومعلقة ملح برضو كبيرة، وهنا ليمونتين مقطعاهم وهنزل عليهم، وحوالي معلقتين من الخل. بس كده، وهضربهم بقى في الكبة. اضربهم ضرب حلوة كده. بعد كده ايه؟ نبدأ ايه؟ نملح السمك اهو. هبدأ كده اخد كده بالمعلقة، بس انا ايه؟ هسيب بقى المعلقة واشتغل بايدي. انتوا عارفين لا ماليش في جو المعالي ده، هي ايدي على طول، واشتغل على طول واملحها اهو. هفتح الفتحات كده وادخل فيها الحشوة، ومن جوه هحط برضو الحشوة اهو. الفتحات ديت يتشرب كده من الملح والثوم. هو السمك احلى خلطة ليه هو الملح والكمون والليمون، احلى خلطة اهو. ومن بره كده وتظبطيه كله. غسلاه ما شاء الله اهو زي ما انتوا شايفين، زي الفل. دخلي جوه الفتحة كده من الخلطة، وهركنه كده ايه؟ قد ساعة، قبل ما اظبط بقية الايه اللي ورايا، الحاجة اللي ورايا، وهركنه كده. هنا حطيت شوية خل تاني على بقية الخلطة، وهنزل بيهم ايه؟ على السمك كله، وهركنه بقى على جنب. تعالوا بقى نشوف هنعمل الرز ازاي. رز السمك ده انا بعمله بطريقة جميلة جدا. تعالوا شوفوا. هنا معلقتين من السكر هكرملهم في حلة ناشفة، ما فيش حاجة، واحط معلقتين السكر وعلى النار وهركنه. انا هعمل كيلو من الرز اه، ولا هقلب ولا هعمل فيهم حاجة. هسيبهم بقى زي ما هما كده لحد ما يتكرملوا، واكون بخرط بصلاية. هنا خلاص اهو اتكرمل. هنزل بقى بالبصلاية عليه اه. هنزل بالبصلاية مقطعة قطع صغيرة، وهقلبهم بقى مع بعض. ما تخافيش، يعني هو البصل والزيت هيوقف بقى الايه؟ بقية الكرملة، يعني مش هيتحرق السكر منك. تفضلي بقى تقلبي لحد ما البصلاية ايه؟ تدبل منك او تصفر الاخرى. بس كده. انا بعملها الطريقة دي على طول وبتبقى جميلة جدا. هنزل بقى بالزيت، وهقلب بقى لحد البصل ايه؟ ما تدبل معاكي او تصفر. خلاص كده. هبدأ بقى اقلب فيه لحد ما يدخل ايه؟ في السوى البصل. يا ريت لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسنيش في الشير واللايك والاشتراك في القناة، وربنا ما يحرمني منكم ابدا. هنقلب بقى فيه كده لحد ما ايه؟ ياخد لون البصل. وخلاص كده، يعني ما تخافيش، السكر مش ايه؟ مش هيتغير اكتر من كده. هو لونه واقف على كده، يعني مش يتحرق معاكي، ما تخافيش. هنا خلاص كده بدأ يغير معايا البصل للون الاصفر اهو. خلاص كده. هنزل عليه بقى بمية دافية او مية سخنة من الكتل اهو.
ابدأ بقى اجيب المية وانزل عليه. واحط له بقى الملح بقى ده حسب راحتك، وهقلبه كده واروح سايباه المية تغلي اكتر، واروح غاسله الرز وجايباه، بس مفيش حاجة تاني. انا بحاول يعني اعمل لكم الاكلات السهله والبسيطه. وعلى فكره الرز ده بيتعمل في المحلات، يعني مش اختراع يعني، بس انا بصراحه يعني عجبتني الطريقه من زمان وانا ماشيه بيه، غير رز الصيديه بتاعنا. كده غسلت الرز وهنزل بيه عليه. اصفيه حلو بس كده، واروح نازله بيه. ده كيلو رز، وبصلايه كبيره ومعلقتين سكر. هقلبهم في قلب بعضهم كده، واروح مغطيه وسايباه يغلي غلوه، واروح موطيه النار عليه. خلاص كده. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. هنا حاجة السلطة: طماطم وخس وبقدونس وشبت وجرجير وفلفل وبصلاية صغيرة. دي سلطة السمك، سلطة الخضرا. اه انا غسلتهم اصلا ونقعهم في مية بخل. ودي طماطم وخيار. هبدأ بقى اصفيهم واشطفهم كده شطفة تاني، واقعد اعمل السلطة. هنا خلاص الرز اتشرب، وهدي كنت موطيه انا النار عليه، هاخده بقى احطه على العين الصغيرة وهدي النار عليه خالص واسيبه. يلا نشوف بقى هنعمل ايه مع السمك. هنا كوباية من الدقيق، وهنزل عليها بمعلقتين من النشا. النشا بيخليه مقرمش كده وناشف يعني حلو، مبيبقاش طري. اهي معلقة الاولانية معلقة نشا، واحط معلقة تاني، وخلص على كده. عايزة تزودي كركم زودي، بس انا ما بحطش بصراحة، ولا هحط مية بقى، ولا هعمل الدوشة اللي بتتعمل دي ولا اي حاجة. هي دي طريقتنا، وبيطلع جميل ومقرمش وزي العسل، وهتشوف الطريقة معي. هبدأ بقى كده بنقول عليها هنعفر السمك بالدقيق. شوفوا بقى انتوا بتقولوا عليها ايه. هنبدأ كده، او هنغلف السمكة بالدقيق. هي كوباية عشان ما نهدرش بقى خلاص. هبدأ بقى كده سمكية سمكية لحد ما اتأكد ان هي خلاص كده. هبدأ اجيب التانية، وانا كده حاطة طاسة على البوتاجاز وفيها الزيت. قبل ما يسخن اكون انا عفرت السمك او غلفته. هبدأ كده على طول كده وخلص. مش هعمل الكمية كلها، انا هعمل على قد ما احط في الطاسة، واحط الجزء ده، وارجع اغلف بقية السمك. احنا دي الطريقة بتاعتنا، وطول عمرنا بنعمله بالطريقة دي، وبيطلع جميل، يستوي من جوه ومقرمش، يعني
مش محتاجة اي حاجة، لا بحط في مية ولا بحط في اي حاجة. هو الدقيق بالنشا، واجي انفضه بس قبل ما احطه في الطاسة اهو، والزيت يقدح وتروحي نازلة عليه. والليمون على فكرة انا بضربه بقشره عشان برضو يمنع ريحة الزفارة، يعني حتى وانتي بتقلي السمك ما يبقاش فيه ريحة زفارة خالص في البيت اهو. بصوا ما شاء الله مقرمش اهو، وشكله بيتكلم عن نفسه. هبدأ كده اكمل انا بقى السمك مع الدقيق، وهسيبه على النار كده، وهدي عليه بس يبقى ايه، بحيث يبقى مستوي كمان من جوه اهو. تقلبيه بس ايه، ما تقلبيش كتير عشان ما يتهرش منك، بس عشان ايه يستوي براحته، وتبقي واثقة ان هو استوى تمام. انا كده خلاص هبدأ اشيله بقى، حاطه مصفى اهي هحط فيها السمك، هطلعه واحطه فيها. عندك ورق مناديل حطي، ورق زبدة حطي، بس انا حطيته على طول في المصفى، حاطه طبق تحتيها وهي بيصفى الزيت منه لو في اي زيادات من الزيت. ابدأ انزل بالباقي. النهارده بقى الجمعة، وقلنا نعمل ايه، اكلة كده كل ملموم، واجازة النهارده نغير بقى ونعمل اكل السمك كده. ما شاء الله طلع تحفة وجميل بألف هنا. يا رب الطريقة تعجبكم، وقولوا لي رأيكم فيها ايه، وجربوها. وربنا يصلح حالنا وحال المسلمين جميعا يا رب. اه الكمية هي خلص، انا كده خلصت الباقي في الدقيق، وهبدأ اطلع دول كمان وانزل بقى الباقي اهو. بصوا مقرمش ما شاء الله وجميل، ومن جوه مستوي وطعمه تحفة. والخلطة بسيطة، يعني هو السمك يعني ليمون وكمون وخل بس، والملح، هي دي خلطة السمك. هنا خلاص اهو خرجت السلطة وعملتها. هبدأ بقى، كان خلاص المغرب خلاص اهو، هبدأ بقى اغرف واظبط الايه السفرة. وهنا السمك بعد ما خلصته خالص هبدأ اغرفه اهو. ما شاء الله، ايه رأيكم؟ وادي الرز كمان ما شاء الله مفلفل اهو، بصوا لونه وطعمه كمان جميل. جربوا الطريقة دي وهيعجبكم اوي والله، انا على طول بعملها. وادي السفرة، غرفت اهو السمك، وحطينا شوية بطاطس شيبسي وسلطة ورز، كوباية الخشاف. اتفضلوا معانا، وكل سنة وانتم طيبين، تعاد عليكم الأيام بالخير يا رب، وعن المسلمين جميعا. كل عام وانتم بخير. يا ريت ما تنسونيش لو وصلتوا معايا لحد هنا في الشير واللايك والاشتراك في القناة، وربنا ما يحرمني منكم أبدا.